انا ممكن اروح مشوار 48 كيلو مخصوص للطاجن ده بس. والطاجن ده برضو بص هو للمطعم كله بصراحه. والمكان اللي بتكلم عنه النهارده هو لا مؤاخذه واحد من افضل مطاعم السي فود في مصر، بس هو له ستايل مختلف عنهم شويه، والكميات بتاعته ما شاء الله كبيره، وكمان الكواليتي كويسه ومفيش كلام عليه. وطبعا الاكله دي لازم نبداها بالشوربه، واكتر واحده عجبتني شوربه السي فود المخليه دي تحفه. وبعدها دخلت على طاسه جمبري ميكس جبن، وبينزل معاها عيش توست، وبتتقدم في الصاله بس. وكواليتي الجبن اللي بيستخدموها حلوه قوي، وده باين بصراحه في كل الطواجن، زي الطاجن ده مثلا واسمه طاجن العروسه، وده بيكون عباره عن جمبري بقشره وبلح بحر وجندفلي، وتحت الكلام ده وايت صوص واخد وش موتزاريلا ومليان جمبري وكاليماري. واكيد مش محتاجه اتكلم، الوصف لوحده كفايه. اما بقى حبيب قلبي واكتر حاجه حبيتها هو طاجن لا مؤاخذه سبيشال، وده ما شاء الله مليان جمبري وبيض صبيط وبطارخ وكاليماري، واقل حاجه توصفه انه عالمي. وختمت فقره الطواجن دي بطاجن مكرونه جمبري بالميكس جبن. ولو عايز حاجه